ونحن في الحقيقة زي مواجهين بالظروف الحملة الدعوة الإسلامية في أول الأمر لحمل السيف. كانوا الجمهور جمهورنا، لكن في حايل بيننا وبين الجمهور مضلل الجمهور ده اللي يجعله معاه في معاداتنا نحن في الحقيقة أصدقائه ودعاة خيره مهتمين بأمره، ناس بسطة نلقاهم يتلقفوا كلام هو كلام الفقهاء اللي بيعيشوا لأنفسهم بالدين وبيعيشوا على حساب البسطة. هم في الحقيقة زي ما قال عنهم الشيخ العبيد، قال في آخر الزمان علماها وظلماها يأكلوا في بلماها لا من شتى البليلة وماها. البلماء ديل اللي هم نحن في سبيل إسعاد العلماء محاولين يضعوهم ضدنا. وده الموضوع القبيلك أوجب حمل السيف لإزالة المعوقات اللي تخلي الفكرة ما تصل لجمهورها. نحن ما راح نحمل السيف بطبيعة الحال في وضعنا، رايحين نحمل المواجهة الصارمة والشجاعة في التبيين للجمهور كيف أنه مضلل بناس هم ما عندهم هم غير أنفسهم. العلماء الفقهاء والعلماء والرجال الرسميين اللي بيمثلوا الدين هم ناس مردوا على أكل دنياهم بالدين، ودنياهم هي عرق المساكين والبسطة. فنحن ماضيين في الأمر ده، والأمر ده نافذ ولا بد من بلوغ مداه. عايز المثابرة والصدق والشجاعة، وعايز القوة الروحية في الحقيقة. الأمر ده بيبرم بليل وبينفذ بالنهار، وما من شك أنه عندكم سطوة روحية عليهم هي اللي خلخلتهم، هي اللي خلتهم ترتج أرجل من تحت أجسادهم. الأمر ده يمشي، والأمر ده ما نحن بنقول أنه لا بد فيه من التجويد والالتصاق بالله. لا بد فيه من التجويد والالتصاق بالله. والاتهام دائما أنه حيث عورضنا إنما هي معارضتنا له هو، معارضتنا له الله، بتبرز لنا لنراها